سعداء أن نكون في منطقة الشجرة وسلاح المدرعات، الدرع الراكز، الدرع الذي تحطمت فيه كل المتحركات وتحطمت فيه كل أمعاد الأعداء، وثبات الدروع ثبت السودان وثبت القيادة العامة وثبت الخرطوم، وده كله بفضلكم وفضل الله سبحانه وتعالى. وقبل ما أتحدث عن أعمالكم وعن جهادكم وعن قضاياكم، نذكر اخونا الشهيد مصطفى جنبه اللي باسمه الطرق المتحرك. مصطفى ده يا جماعه يعني اول زول غاد هو من وادي سيدنا، جاد بالبحر بالمدرعات، ثم بعد ذاك تلاه الاخوه عمر النعمان والحمد لله يا ابو قرون، والحكايه ماشيه ان شاء الله. فنسال الله ان يتقبل منهم جميعا ويتقبلهم عندهم ان شاء الله. الحقيقه نحن في الزياره دي جينا اول حاجه نطمئن عليكم، وجينا نشد على ازركم، وجينا نقول لكم جزاكم الله خير، وصمودكم وثباتكم وجهادكم هو اللي غير موازين المعركه. نحن كل يوم بنحتفل بنصر جديد، وكل يوم ماشيين للاحسن، وان شاء الله خلال فتره قصيره يكون الموقف ده كله اتغير. الوطن ده كان مشى راح مننا وخلاص الحكايه احتلوها ناس ثانيين، هنا بعد احنا خسرانين. لكن اعرفوا اي مشكله عندها حل ومقدور عليها، والناس ان شاء الله ساعين في حلها ومجتهدين فيها باذنه تعالى. نحن شاكرين لكم الاستقبال، وشاكرين لكم الحضور، وشاكرين لكم الاستماع. نسال الله يتقبل منكم ويتقبل من الجميع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.